السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب وزارة المالية الموجه إلى وزارة التعليم العالي كارثة. فقرة من الفقرات هي الفقرة العاشرة. هواي ناس يسألونه شنو الفقرة العاشرة من كتاب وزارة المالية الموجه إلى وزارة التعليم العالي. الفقرة العاشرة تنص بإلغاء الأوامر الجامعية والإدارية باحتساب الشهادات والعلاوات والترفيعات وإضافة الخدمات المضافة اللي بالقطاع الخاص، المحاماة بالنقابات بشكل عام. هاي هنا تم إلغائها بسنة 2025. احنا مقبلين على دخول سنة 2027 بكتاب وزارة المالية، يعني تعال الغي الأوامر اللي صدرت في 2025. هنا كارثة. هنا من بعد سنة موظفين مستلمين حقوقهم وتلغون الأوامر من بعد سنة ثانية، هنا كارثة. أنا هنا صار لي تقريبا أسبوع أريد أعرف شنو الخلل، ليش هاي كلها تظاهرات، شنو هاي الأسباب. قلت خلنا أوضح. وزارة التعليم العالي اشتغلت على ضوء كتاب وزارة المالية. هذا كتاب صادر من وزارة المالية إلى التعليم العالي والبحث العلمي. خلينا نشوف مضمون الكتاب شنو. يوم 26/8/2025 إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدائرة الإدارية والمالية. الموضوع إطلاق العلاوات والترفيعات. شو يتضمن الكتاب؟ يتضمن: ونبدي أن تقوم وزارتكم بإصدار الأوامر الإدارية لترفيع الموظفين واحتساب الشهادة الدراسية الحاصلين عليها أثناء الخدمة، واحتساب الخدمات المضافة، الفصل السياسي، المحاماة، العقود، خدمات القطاع الخاص وإلى آخره، وفق التعليمات والضوابط النافذة. يعني هنا وزارة التعليم العالي كون ترسل جداول تفصيلية إلى وزارة المالية بناء على كتابها. هنا يوم 26/8. خلينا نيجي نشوف وزارة التعليم العالي سوت هنا على ضوء كتاب وزارة المالية. هنا يوم 27/8 ثاني يوم، كتاب وزارة التعليم العالي اللي هو صادر من شعبة التوظيف والملاك، اللي هو موقع عليه الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم عبد، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية. الكتاب إعمام المن موجه، هاي وزارة، إلى الجامعات كافة، السيد رئيس الجامعة المحترم، هيئة البحث العلمي، وإلى المجلس العراقي للاختصاصات الطبية. إعمام. شنو الإعمام؟ الحاقا بإعمامنا المرقم 24,619 في 29/7/2025 وردنا كتاب وزارة المالية المرقم 75,487 في 26/8/2025 المتضمن أن تقوم وزارتنا بإصدار الأوامر الإدارية لترفيع الموظفين واحتساب الشهادة واحتساب الخدمات المضافة، وقلنا الفصل السياسي، المحاماة، العقود إلى آخره، وفق التعليمات والضوابط. أكو لجان فرعية تصير بالجامعات الحكومية، تكمل المحاضر ويصادق عليها السيد رئيس الجامعة أو المساعد الإداري. وين تروح للجان المركزية اللي هي بوزارة التعليم العالي حتى يوافقون عليها. بعد طبعا هاي هنا مدققة وضايفين يعني أثر مالي وعدم ممانعة، إجراءات كاملة وفق البيانات المذكورة بإعمام وزارة المالية. يعني هنا وزارة التعليم العالي مشت بناء على ضوء كتاب وزارة المالية، ما اشتغلت وحدها. هنا انتهت، راحت كملت الجامعات وكملت هيئة البحث العلمي وكمل المجلس العراقي للاختصاصات الطبية.
كملوا المحاضر ورفعوه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مود شنو؟ على مود تمشي الإجراءات. وزارة التعليم العالي كذلك من الوكيل أكو موافقة على المحاضر. هنا تمت، جامعات كملت الوزارة، الدور ترسل إلى المالية، وزارة المالية وافقت على المحاضر، صادقت. هنا بعد شنو؟ أثر مالي الجامعة إذا مخصصة إلك أثر مالي راح تنطيك، ما مخصصة راح راح يصير على الموازنة، من تصير الموازنة ينطوك ايش قد انت 7 اشهر 8 حاسب شهادتك ترفيع علاوة، إذا يمكن ينطوك يعني بأثر رجعي. المشكلة وين؟ وزارة المالية بكتابها أرسلت إلى وزارة التعليم العالي بإلغاء كافة الأوامر بال2025، وإحنا بيا سنة بال26 نهايتها، ومقبلين على سنة 2027، لأن الموضوع كبير والموضوع به مشاكل والموضوع كارثة. أنا أول مرة أشوفن بالعراق من بعد سنة أكو إلغاء أمر. والله شنو عيدوا التدقيق؟ يعني شنو لعد؟ وين شغلكم انتوا الوزارة المالية؟ وزارة التعليم وين شغلها؟ وزارة المالية وين شغلها؟ الجامعات وين شغلها؟ هنا شغل كله مضبوط ومشوا بعد على حسب الأصول بناء على كتب واردة من عندكم. هنا المالية رفضت كلام وزارة التعليم العالي. سوت وزارة التعليم العالي بكتاب صادر أو وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، أيضا الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم عبد، استفسار علما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية. يقول لهم احنا اشتغلنا بناء على القوانين وبناء على كتاب وزارة المالية، وهذا الكلام شوف ايش دزت وزارة التعليم العالي إلى الأمانة العامة. وردنا إعمام وزارة المالية الدائرة القانونية بالعدد 22288 في 21/6/2026 بالفقرة 10 منه تنص على إلغاء كافة الأوامر التي صدرت خلافا لإعمام دائرة الموازنة المرقمين كذا رقم. هنا ماكو مخالفة، لأن وزارة التعليم العالي مشت بناء على كتاب وزارة المالية. أين المخالفة؟ هاي واحد. 2 تم مفاتحة وزارة المالية دائرة الموازنة الملاك بكتابنا. وزارة التعليم العالي يعني مخاطبة المالية، وبناء على المخاطبة دزت كتاب إلى وزارة التعليم العالي يا باشتغلوا. بس هذا القرار منين؟ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، مشوا على بناء كلام رئيس الوزراء، قال لهم يابا طلقوا العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات، اللي عنده اثر مالي خليه ينطي واللي ما عنده خليها للموازنه. عملتها توجيهات. النقطة الثانية، عملت الوزارة خلال السنة المالية 2025 على استكمال كافة المحاضر الأصولية وفق التشريعات النافذة باستثناء الأثر المالي. شفتوا ايش قلنا؟ باستثناء الأثر المالي الذي علق على تشريع قانون الموازنة وتخصيص المبالغ اللازمة. 3 نود إعلامكم، شوف النقطة الثالثة جدا مهمة، بالأخص وزارة التعليم العالي، نود إعلامكم أن وزارتنا لم تخالف إعمامات وزارة المالية، كون الأوامر التي صدرت استنادا إلى موافقتهم المشار إليها بكتابهم المذكور آنفا، وهذا تترتب عليه اكتساب المراكز القانونية والإدارية، وأن وزارتنا تختلف عن باقي الوزارات بمن شوف من حيث الأثر العلمي المتمثل باحتساب الشهادات ومنح الألقاب العلمية، وأن العمل بمضمون كتاب وزارة المالية سوف يرتب آثارا لا يمكن معالجتها لنشوء حقوق مكتسبة. يعني اليوم وزارة التعليم العالي عندها تدريسيين، الدكتور صار ماجستير، أبو الماجستير رجع بكالوريوس، أبو البكالوريوس رجع وين؟ لابو الإعدادية، أبو الإعدادية رجع لابو المتوسطة وإلى آخره. بس عندها مشكلة كبيرة باللقب العلمي، أو الماجستير والدكتوراه، بيهم طلعوا دكتوراه راحوا الماجستير وهو عنده يعني محصل على شهادته وماشي، وتعال تلغون الأمر مالته مال الماجستير. بيهم عندهم محاضرات رسمية ومواد وعلى حسب الأصول. تعال شلون يابا هذا رجع موظف؟
زين هاي اسئله امتحان فاينال، عنده لقب علمي، عنده بحوث ناشرها، هذا جانب اخر عنده طرائق تدريس دخل، هذا اول ما حصل اختبار صلاحيه، هاي كلها بفلوس وراحت للدوله، شلون تلغوا؟ شلون ترجعوا للصفر؟ هنا وزاره التعليم العالي اكدت بهاي النقطه الثالثه جدا مهمه. هنا يعني بناء على المناشدات اللي وصلتنا على الخاص، وقلت لهم ان شاء الله راح اوضح الكتاب بشكل رسمي، وهاي الكتب هنا موجوده، مطالبه الى السيد دوله رئيس الوزراء المحترم علي الزيدي ووزير الماليه السيد فالح الساري بحل هذا الموضوع، لان هذا الموضوع كارثه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.